بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي وبناتي طلبة الصف الثاني الإعدادي، إن شاء الله هنحل النهاردة تمارين كتاب الامتحان على الدرس الثاني في الوحدة الثانية. تآكل طبقة الأوزون وارتفاع درجة حرارة الأرض. وهنبدأ بأسئلة اختبر فهمك. السؤال الأول بيقول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. سمك طبقة الأوزون 40 كيلومتر ولا 20 كيلومتر ولا 3 مليمتر ولا 60 كيلومتر؟ طبعا طبقة الأوزون بتقع في المنطقة ما بين 20 كيلومتر إلى 40 كيلومتر فوق سطح البحر، فيبقى سمكها كام؟ 20 كيلومتر. امال ايه حكاية 3 مليمتر دي سمك طبقة الأوزون في معدل الضغط ودرجة الحرارة. لو الطبقة اللي هي 20 كيلومتر دي موجودة في الضغط الجوي المعتاد ودرجة الحرارة صفر، سيصبح سمكها 3 مليمتر. ده حسب فرضية العالم دوبسون. تسمح طبقة الأوزون بنفاذ الأشعة فوق البنفسجية البعيدة بنسبة طبعا 0%. 100% من هذه الأشعة لا تنفذ. من ملوثات طبقة الأوزون مركبات نقط المستخدمة في صناعة عبوات الفوم. طبعا هي مش بروميد الميثايل، ده مبيد حشري، ولا الهالونات ولا أكاسيد النيتروجين. هي طبعا مركبات الكلورو كربون. تستخدم الهالونات كمبيد حشري؟ لا، ده هو بروميد الميثايل. ولا في إطفاء حرائق البترول اللي كمادة مذيبة لتنظيف شرائح الدوائر الإلكترونية؟ طبعا ديت مركبات الكلوروفلوروكربون. لكن الهالونات بتستخدم في إطفاء حرائق البترول، وأحيانا بتستخدم في إطفاء حرائق الصوديوم والبوتاسيوم. زي ما انتم عارفين طبعا البوتاسيوم والصوديوم لا تطفأ حرائقهم بالماء لتفاعلهم الشديد مع الماء، ولأنهم طبعا بيطفوا فوق سطح الماء. آه، الهالونات ديت مادة شرهة جدا للارتباط بالأكسجين، تعمل عازل ما بين النار والأكسجين، بتمنع إمداد النار بالأكسجين، فبالتالي بينطفئ الحريق. احسب النسبة المئوية لتآكل طبقة الأوزون في منطقة درجة الأوزون فيها 225 دبسون. درجة تآكل طبقة الأوزون بيساوي درجة الأوزون الطبيعية ناقص درجة الأوزون الفعلية الموجودة في المنطقة دي. درجة الأوزون في هذه المنطقة يعني بتساوي 300 ناقص 225، يعني بتساوي 75 دبسون. النسبة المئوية بقى لتآكل طبقة الأوزون بتساوي درجة تآكل الأوزون طبعا في هذه المنطقة على درجة الأوزون الطبيعية في 100، يعني بيساوي 75
درجة الأوزون الطبيعية كام؟ 300 في 100 ديت، دي على 100 فيها التلاتة، يعني بيساوي 75 على التلاتة فيها ال25%. دي درجة تآكل طبقة الأوزون في هذه المنطقة. وصلنا لاختبر فهمك 2. السؤال الأول بيقول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. يرمز للهيئة العالمية للتغيرات المناخية بالاختصار ديو ده رمز درجة الأوزون دوبسون، اللي هي تخليدا لاسم العالم دوبسون. دي مركبات الكلورو فلورو كربونز ديت. الاي بي سي سي ديت هو الاختيار بتاعنا، اللي هي اختصار الانتر جوفرنمنتال بانل اون كلايميت تشينج، بياخد من كل كلمة الحرف الأول فيها. الاس تي بي ديت معدل الضغط ودرجة الحرارة، اللي هي ستاندرد تمبريتشر اند بريشر. ترجع زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي إلى قطع الأشجار، حرائق الغابات، حرق الوقود الحفري، جميع ما سبق. طبعا جميع ما سبق. قطع الأشجار انتوا عارفين طبعا بتمتص النباتات غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو بتاعنا. حرق الغابات طبعا أي حريق بينتج عنه غاز ثاني أكسيد الكربون. حرق الوقود الحفري اللي هو البترول والفحم والغاز الطبيعي برضه بينتج عنه غاز ثاني أكسيد الكربون. يبقى جميع ما سبق. طبعا احنا ايوه هنعلم على دي بس. كل مما يأتي من خصائص الأشعة تحت الحمراء ما عدا أنها ذات طول موجي كبير، ده صح. ذات تأثير حراري، مظبوط. ذات تأثير كيميائي، وتحبس في التروبوسفير. طبعا مش ذات تأثير كيميائي، اللي ذات تأثير كيميائي هي أشعة فوق البنفسجية، وطبعا تحتبس في التروبوسفير، ده مظبوط. يبقى الأشعة تحت الحمراء ليس لها أي تأثير كيميائي. كل مما يأتي من التغيرات المناخية الحادة الناتجة عن ظاهرة الاحترار العالمي ما عدا الفيضانات المدمرة، الصواعق، حرائق الغابات، موجات الجفاف. طبعا الصواعق ملهاش علاقة بالتغيرات المناخية الحادة، ده طول عمرها بتحصل، وهي أصلا في ملهاش علاقة بهذا التغير الحادث في القرن الماضي وحتى الآن. علل حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري. ظاهرة الاحتباس الحراري تحدث عندما تزداد نسبة الغازات الدفيئة في طبقة التروبوسفير عن النسبة الطبيعية لها، فتنحبس الأشعة تحت الحمراء في التروبوسفير أو بعض الأشعة تحت الحمراء، ولا تنفذ ثانية خارج الغلاف الجوي أو خارج طبقة التروبوسفير. وهذه الأشعة تحت الحمراء لها أثر حراري أو لها تأثير حراري، وبذلك تسبب ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض. عندما تنفذ أشعة الضوء المرئي من الشمس بيكون طولها الموجي قصير. عندما تمتص الأرض هذه الأشعة بيعاد إشعاعها ثانية خارج الغلاف الجوي، ولكن في هذه الحالة في صورة أشعة تحت حمراء ذات طول موجي كبير نسبيا، فلا تستطيع هذه الأشعة ذات الأطوال الموجية الكبيرة نسبيا من النفاذ ثانية أو بعضها من النفاذ ثانية نتيجة لوجود أثر الصوبة الزجاجية اللي هي بتسببه الغازات الدفيئة، وبذلك ترتد ثانية إلى سطح الأرض مسببة أو إلى داخل التروبوسفير مسببة ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض. وصلنا لأسئلة الكتاب المدرسي صفحة 178 من كتاب الامتحان.
والسؤال الأول بيقول اكتب المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات التالية. جزيء يتكون من اتحاد ذرة عنصر مع جزيء من نفس العنصر. يعني الجزيء لنفس العنصر والذرة برضو لنفس العنصر. طبعا هي الجزيء ده جزيء غاز الأوزون، بيتكون من اتحاد ذرة أكسجين حرة مع جزيء أكسجين اللي هو بيتكون من ذرتين الاتنين مرتبطين ببعض في رابطة تساهمية زي ما درسته قبل كده. اللي بيحصل إن هذا الجزيء اللي هو الأكسجين عندما يمتص الأشعة الفوق بنفسجية اللي هي رمزها UV، يعني اختصار الترا فايلوت، بتنكسر الرابطة في الجزيء ده ما بين الذرتين دول، الرابطة التساهمية، وهتكون س، ويتكون عندي ذرتين أكسجين حرتين. كل ذرة فيهم بقى بترتبط بجزيء أكسجين تاني زي ده، وبيتكون عندي غاز الأوزون. تاني سؤال، الارتفاع المستمر في متوسط درجة حرارة الهواء القريب من سطح الأرض. طبعا دي ظاهرة تسمى ظاهرة الاحترار العالمي. تقدر درجة الأوزون بوحدة كيلومتر. لا طبعا ده كيلومتر ده وحدة طول. دوبسون، أيوة هي دي نسبة إلى العالم دوبسون اللي عمل أبحاث ودراسات على غاز الأوزون، وسميت الوحدة باسمه طبعا تخليدا للأعمال اللي هو عملها. النانوميتر ده برضو وحدة طول، بيساوي 1 في 10 أس ناقص 9 من المتر. المليمتر المكعب دي برضو وحدة قياس حجوم. كل مما يأتي من الغازات الدفيئة عدا طبعا ثاني أكسيد الكربون CO2، ده من الغازات الدفيئة أكيد، يعني ده أشهرهم وأعلاهم. O2 ده الأكسجين، طبعا هو ليس من الغازات الدفيئة. ده أكسيد النيتروز، طبعا من الغازات الدفيئة، وده غاز الميثان. علل تكون طبقة الأوزون في الستراتوسفير. انتوا عارفين ان طبقات الغلاف الجوي العليا طبعا ما فيهاش هواء. معظم الهواء طبعا زي ما درسنا الدرس اللي فات موجود في الطبقة الأولى، ولا غازات طبعا، لا قليل جدا. فأول طبقة فيها كمية مناسبة من الأكسجين هي الستراتوسفير، تقابل الأشعة الفوق بنفسجية الصادرة أو الآتية من الشمس. طبعا لأن طبقة الستراتوسفير أول طبقة في الغلاف الجوي بها كمية مناسبة من الأكسجين تقابل الأشعة الفوق بنفسجية الآتية من الشمس. وطبعا غاز الأكسجين اللي فيها هيمتص الأشعة فوق البنفسجية، وهيحصل زي ما قلنا من شوية وقف إنتاج طائرات الكونكورد. طائرات الكونكورد الوقود بتاعها عندما يحترق بيكون من نواتجه أكاسيد النيتروجين التي تسبب ضررا بالغا أو تسبب تآكل لطبقة الأوزون. اكتب نبذة مختصرة عن الآثار السلبية المترتبة على ارتفاع درجة حرارة الأرض. فيه ضررين بالغين بيحدثوا نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض. أول ضرر فيهم، وطبعا الضررين دول بينتج عنهم أضرار تانية كتير، أول ضرر فيهم انصهار جليد القطبين الشمالي والجنوب. انصهار الجليد ده لما يدوب الجليد سيسبب زيادة منسوب المياه في البحار. زيادة منسوب المياه في البحار، وبالتالي هتختفي بعض المناطق الساحلية، بعض الجزر المنخفضة هتختفي، بعض الشواطئ هتختفي. الحيوانات
زي الدب القطبي وفيل البحر متعودين على نمط معيشة معين في جليد معين في درجة حرارة معينة، ممكن ينقرضوا أو تقل أعدادهم. دي من الآثار السلبية الخطيرة لذوبان أو انصهار جليد القطبين. الضرر الثاني اللي هي حدوث تغيرات مناخية حادة. حادة يعني شديدة، يعني مناطق كان بيحصل فيها أمطار، لا الأمطار دي بقت سيول. مناطق كان بيحصل فيها عواصف، لا العواصف دي اتقلبت بقت أعاصير. وهكذا. فأول حاجة في التغيرات المناخية الحادة ديت، الأعاصير الاستوائية كانت بتحدث مثلا مرة كل سنة، لا يتكرر حدوثها كثيرا. موجات الجفاف بتتكرر حدوثها كثيرا. الفيضانات المدمرة، ما هي تغيرات مناخية حادة، مش فيضانات طبيعية. وحرائق الغابات. واحد يقول لي طب ايه علاقة موجات الجفاف بالفيضانات المدمرة؟ ده في فيضانات مدمرة، يعني المفروض ما يكونش في جفاف. لا، ما هي في تغيرات مناخية حادة، يعني مثلا مناطق كان فيها أمطار بقى فيها جفاف، مناطق كان فيها جفاف أو الأمطار قليلة فيها بقى فيها فيضانات وسيول، وهكذا. عشان كده هي اسمها تغيرات مناخية حادة. اللي احنا متعودين عليه طول مثلا 50 سنة فاتوا أو 100 سنة، لا بدأ يتغير. بدأ يتغير الطقس، بعد ما كان أمطار خفيف بقت أمطار شديدة، بقت سيول. اللي بدل ما تبقى رياح سريعة بقت عواصف وأعاصير. والإعصار يعني الرياح العادية رياح في اتجاه واحد، رياح سريعة. لكن الإعصار رياح بتسير في مسار دائري مش مسار مستقيم. فدي بتسمى إعصار، رياح سريعة في مسار دائري مش مسار مستقيم. واكيد انت شفت بعض الصور دي في بعض الافلام. وصلنا لأسئلة كتاب الامتحان، وأول سؤال: اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. جزيء ينتج من اتحاد ذرة أكسجين مع جزيء أكسجين. ده غاز الأوزون، طبعا جزيء غاز الأوزون احنا لسه حالين دلوقتي. الجزيء الناتج من اتحاد ذرة حرة مع جزيء، كلاهما العنصر واحد. طبعا اتحاد ذرة أكسجين مع جزيء الأكسجين، طبعا برضو جزيء غاز الأوزون. الأشعة التي يمكنها كسر الروابط في جزيئات الأكسجين مكونة ذرات أكسجين حرة، الأشعة الفوق بنفسجية. أول طبقة من طبقات الغلاف الجوي تحتوي على كمية مناسبة من غاز الأكسجين تقابل الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس لطبقة الستراتوسفير. تآكل أجزاء من طبقة الأوزون فوق منطقة القطب الجنوبي للأرض. طبعا ده ثقب الأوزون. مركبات كيميائية تستخدم كمادة مبردة وكمادة دافعة لرذاذ الأيروسولات. طبعا ديت مركبات الكلورو فلورو كربونز. طبعا الأيروسولات هي أزايز العطور مثلا المعينة اللي بتعبأ تحت ضغط، تيجي تدوس عليها تطلع الرذاذ على طول، مش اللي بتشتغل بضغط الهواء العادي. مركب يستخدم كمبيد حشري لحماية مخزون المحاصيل الزراعية. طبعا ده غاز بروميد الميثايل. ده بتبخر به المحاصيل الزراعية المخزنة في صوامع عشان يحفظها من التلف أو من الحشرات يعني. مركبات تستخدم في إطفاء الحرائق التي لا تطفأ بالماء، ده الهالونات. انتوا عارفين طبعا ان حرائق البترول لا تطفأ بالماء. اي مركب من مركبات البترول طبعا لو طفيته بالماء البترول بيطفو فوق سطح الماء عشان كثافته طبعا أقل من كثافة الماء. وطبعا مهما تديله مية هو هيطفو مشتعلا فوق سطح الماء. وبرضه حرائق الصوديوم والبوتاسيوم لا تطفأ بالماء. فهذه المركبات شرهة جدا للتفاعل مع الأكسجين، فبتعمل عازل ما بين النار وما بين الأكسجين.
بتمنع الأكسجين إنها يوصل للنار، وبالتالي بتطفأ هذه النار. وعشان كده مركبات خطر جدا على طبقة الأوزون، عشان هذه المركبات شرهة جدا للتفاعل مع الأكسجين. الارتفاع المستمر في متوسط درجة حرارة الهواء القريب من سطح الأرض، طبعا ظاهرة الاحترار العالمي. مجموعة الغازات المسؤولة عن ظاهرة ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض دي الغازات الدفيئة، نسبة لأنها بتجعل الأرض أكثر دفئا، أو طبعا لو زادت عن النسبة المعقولة بتاعتها تسبب ظاهرة الاحترار العالمي. أشعة ذات طول موجي كبير ولها تأثير حراري ولا تستطيع النفاذ من الغلاف الجوي، دي الأشعة تحت الحمراء. احتباس الأشعة تحت الحمراء في التروبوسفير نتيجة لارتفاع نسب الغازات الدفيئة فيها، دي ظاهرة طبعا الاحتباس الحراري. وممكن تجيلك في صورة ظاهرة البيوت الزجاجية، أو تأثير الصوبة الزجاجية، أو أثر الصوبة الزجاجية. مهما وضع الامتحان يلعب لك في الألفاظ، خليك أنت ذكي وافهم هو قصده إيه بالظبط. السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. سمك طبقة الأوزون يعادل نقط في ميم ضاد دال. طبعا أحد هذه الاختيارات، بس حد منكم هيقول لي الأول قول يعني إيه ميم ضاد دال ده؟ ميم يعني معدل، اختصار معدل، وضاد اختصار ضغط، ودال اختصار درجة الحرارة، اللي هي مترجمة عن الإنجليزية Standard Temperature and Pressure. يعني إيه برضو؟ يعني درجة الحرارة temperature، والضغط اللي هو البريشر ستاندرد قياسي، فبالتالي درجة الحرارة والضغط القياسيين هم درجة الحرارة والضغط القياسيين. يعني لما اعتبر الضغط الجو المعتاد اللي انتوا خدتوه الدرس اللي فات، يعني 1013.25 ملي بار، اللي هو بي بيعتبر تقريبا 1 بار. ما هو 1013 يعني 1000 تقريبا 1000 ملي بار، ويعتبر تقريبا 1 بار عند درجة الحرارة 0 درجة مئوية. دي درجة الحرارة القياسية، وده الضغط القياسي. ده معنى اختصار أو معنى الميم ضاد دال. دوبسون لما شاف سمك طبقة الأوزون 20 كيلومتر في الستراتوسفير، فكر وقال الستراتوسفير ديت الضغط الجوي فيها قليل جدا، ده الضغط الجوي في نهايتها زي ما قلنا الدرس اللي فات 1 ملي بار، يعني 1 من 1000 تقريبا الضغط الجوي المعتاد بتاعنا هنا. فبالتالي ديت هذه الطبقة وسمكها الكبير ده لو احنا حطيناها في نفس ظروف الضغط الجوي المعتاد اللي هو فوق سطح البحر، اللي هو 1013.25 أو 1 بار، وكانت درجة الحرارة 0 درجة مئوية، سيصبح سمكها 3 ملي متر. فبالتالي الإجابة رقم ج الإجابة الصحيحة. يبقى ده أنا عارف إن الحتة دي كتير منكم مش فاهمينها. يبقى سيصبح سمك طبقة الأوزون 3 ملي متر لو احنا حطينا ال20 كيلو متر دول، اللي هي سمك درجة طبقة الأوزون الموجودة في الستراتوسفير تحت ظروف الضغط الجوي المعتاد ودرجة الحرارة المعتادة، هيصبح سمكها 3 ملي متر. السؤال الثاني، تمتص طبقة الأوزون الأشعة فوق البنفسجية المتوسطة بنسبة. طبعا الأشعة المتوسطة هينفذ منها للأرض 5% فقط، يبقى طبقة الأوزون هتمتص كام؟ 95%.
احنا عارفين الأشعة اللي فوق بنفسجية البعيدة طبقة الأوزون هتمتصها كلها 100% منها، والمتوسطة هينفذ منها 5% بس، فطبقة الأوزون هتمتص 95% منها فقط، و5% منها هم اللي هينفذوا إلى كوكب الأرض. السؤال الثالث: تعتبر الأشعة التي طولها الموجي 400 نانومتر من الأشعة فوق البنفسجية البعيدة ولا المتوسطة ولا القريبة ولا البعيدة والمتوسطة؟ لا، دي من الأشعة فوق البنفسجية القريبة، اللي هي إجابة رقم ج. انتوا عارفين إن الأشعة اللي طولها الموجي من 100 ل 280، من 100 ل 280 نانومتر، دي بنطلق عليها أشعة بنفسجية بعيدة. ومن 280 ل 315 دي متوسطة، ومن 315 ل 400 دي قريبة. دي اللي بتنفذ كلها إلى سطح الأرض، واللي قبل منها المتوسطة اللي بينفذ منها 5% فقط، أي 95% يتم حجبهم أو امتصاصهم في طبقة الستراتوسفير. تمنع طبقة الأوزون نفاذ كل الأشعة فوق البنفسجية طبعا البعيدة. النانومتر يساوي نقط من المتر، طبعا 1 في 10 أس ناقص 9 متر. يعني لو جبنا المتر قسمناه مليار جزء، النانومتر يساوي جزء من المليار جزء دول، يعني لأن 1 أس 10 أس ناقص 9 1 في 10 أس 9 يعني مليار. 1 في 10 أس سالب 9 يعني واحد، يعني جزء على مليار جزء. يوجد ثقب الأوزون فوق خط الاستواء طبعا وفوق القطب الجنوبي. إذا كانت درجة الأوزون الطبيعية 300 دوبسون، فهذا يعني أن النسبة المئوية لتآكل طبقة الأوزون في منطقة ما درجة الأوزون بها 150 دوبسون تساوي 150 دوبسون، يعني هي النص، يعني حصل فيها تآكل بنسبة 50%. النسبة الطبيعية أو الدرجة الطبيعية 300، المنطقة دي بقت 150، يبقى حصل فيها تآكل نصها، يبقى درجة النسبة المئوية لدرجة تآكل الأوزون في المنطقة ديت 50%. إذا حدث تآكل في طبقة الأوزون في أحد المناطق بنسبة 20%، فإن ذلك يعني أن درجة الأوزون في هذه المنطقة تساوي نقط دبسون. درجة تآكل طبقة الأوزون بيساوي، حصل فيها تآكل بنسبة 20%، يبقى بيساوي نسبة التآكل في درجة الأوزون الطبيعية. يعني بيساوي نسبة التآكل 20%، يعني بيساوي كام؟ 20%، 20 على 100. في نسبة طبيعية كام؟ اللي هي 300، صفرين هيروحوا مع صفرين، 3 في 20 ب60 دوبسون. درجة الأوزون بقى في هذه المنطقة دي فقدت 20% من درجة الأوزون الطبيعية بتاعتها، يعني فقدت 60 دوبسون، فبالتالي درجة الأوزون فيها 300 ناقص 60، يبقى درجة الأوزون
فيها بيساوي 300 ناقص 60 بيساوي 240 دبسون. يبقى الإجابة رقم د. السؤال رقم 9: كل مما يأتي من مسببات تآكل طبقة الأوزون عدا الفريونات، طبعا من أهم مسببات تآكل الأوزون. الأيروسولات. الأيروسولات هي الغازات الدافعة اللي بتستخدم في مثلا في العطور، في زجاجات العطور وهكذا. أكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون. طبعا هو ثاني أكسيد الكربون، بس ثاني أكسيد الكربون هو المسبب الأكبر للاحتباس الحراري، بس هو بريء من موضوع الأوزون ده. تعرف نقط تجاريا باسم الفريونات: الهالونات، ولا مركبات الكلورو كربون، ولا الهيدروكربونات، ولا الايروسولات؟ طبعا هي مركبات الكلورو كربون. ينتج عن احتراق وقود طائرات الكونكورد اكاسيد، طبعا اكاسيد النيتروجين التي تعمل على اتساع ثقب الاوزون. زيادة نسبة الغازات الدفيئة يؤدي لاحتباس بعض الأشعة تحت الحمراء في التروبوسفير، ولا الستراتوسفير، ولا الميزوسفير، ولا الاكتوسفير؟ طبعا في التروبوسفير اللي هي الطبقة من الغلاف الجوي اللي احنا بنعيش فيها. من الغازات الدفيئة: CO2 اللي هو ثاني أكسيد الكربون، ولا CH4 اللي هو غاز الميثان، ولا H2O اللي هو المية، ولا جميع ما سبق؟ طبعا جميع ما سبق. بس حد يقول لي ايه دخل المية بالغازات الدفيئة؟ بخار المية. طبعا بخار المية بيعمل كمرآة عاكسة للأشعة تحت الحمراء، فبالتالي بيمنعها من الذهاب إلى طبقات الجو العليا، أو من الانعكاس إلى طبقات الجو العليا. وبخار الماء برضو انتوا عارفين انه بيعتبر من الغازات. من الآثار السلبية لظاهرة الاحترار العالمي: زيادة موجات الجفاف، مظبوط، حدوث الأعاصير الاستوائية، انصهار جليد القطبين. ده كلهم صح ولا جميع ما سبق؟ يبقى كلهم صح. استمرار إطلاق المزيد من مركبات الكلورو فلورو كربونز. ده اختصار كلورو فلورو كربونز. اس ديت يعني جمع كربونز، يعني هو بيجمعها في الغلاف الجوي، يؤدي إلى اختفاء ظاهرة الاحترار العالمي. ده غلط طبعا. تآكل طبقة الهواء العليا غلط. ضعف شدة أشعة الشمس تصل الأرض غلط. زيادة كمية الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى الأرض. طبعا الإجابة دي هي الصحيحة، لأن مركبات الكلوروفلوروكربونز دي بتؤدي إلى تآكل طبقة الأوزون، وبالتالي زيادة كمية الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلينا. ذوبان جليد القطبين يهدد بانقراض بعض الحيوانات القطبية، مثل، طبعا الاسم قطبي فأكيد الدب القطبي طبعا.